في الليل وحدي أكتم الشكوى وأبدي كلما أطرقت سالت دمعتي من فوق خدي بين جدران. كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عبرة. سبحان الله، بنت مسكينة كان في رجل، الراجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته عايشة معاه ومعاه بنت وولد. الراجل ده كان مفتري، كان ظالم الى ابشع حدود، كان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس ان القسوة في قلبه لو وزعت على اهل الارض تغرق. الراجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول احنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش اخلاق بالمره، وكنا احنا الاثنين ظلمه على طول. اي خادمه ما بتستناش عندنا اكتر من شهر او شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والاذى اللي بنعمله ما كناش بنخلي اي اسلوب من اساليب التعذيب الا ما بنعمله معاه. بتقول في يوم من الايام جه من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان قال له يا سعاده الباشا، بنتي ديت عايزه تشتغل عندك لان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، واي مرتب ان شاء الله اي حاجه تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلها كذا. قال له ماشي، وانا هاجي لك اول كل شهر او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يا عيني مسكينه عندها 12 سنه. طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا وحرام عليكم. راح سايبها وماشي. سابها وماشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره عيني هتسيب امها. وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، انت ربنا يكرمني بقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها يا حبيبتي لما اجي ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في شقه واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم يقدر ربنا قعدوا يعذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها السلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بنأكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان. في عز شهر طوبة كنا بننيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل انواع الاذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم كانت بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل انواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينه، البنت بتقول ما رحتش بلدي الا مرتين. المره الاولى لما سمعت خبر موت اخوها وهو جاي من الاردن، فانقطع الامل بالنسبه لها. والمره الثانيه لما ماتت امها. بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازه اخوها، والمره الثانيه عشان تحضر جنازه امها. وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمه دولت عذاب شديد جدا، لدرجه ان بدات البنت البصر بتاعها يضعف لحظه بلحظه، مره بمره، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجه، تنقي الحاجه بايظه مش كويسه، تجيب ده مش لاقيه، مش عارفه، فمش عارفه تعمل ايه. فبدات الناس يشفقوا عليها، بقى هم يروحوا يشتروا لها الحاجه ويجيبوها لها وهي تقدمها، وكل شويه هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب الى ان عمي بصرها. اول ما اتعمى بصر البنت دي رموها في الشارع، ملهاش لازمه بقى، خلاص نعمل بقى ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا لحد ما وصلوها لدار يعني العمي وكده، فاقد نعمه البصر، وقعدت فيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده بعد سنوات طويله البنت قضتها، من وهي عندها 12 سنه لحد ما عندها 22 سنه، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر. الراجل نفسه طلع على المعاش طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا، بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصابه بقى هو اصلا ما عندوش اخلاق، بقى ما فيش خالص بالمره، بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا العيله فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد ويقدر ربنا المفاجاه الاولى ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمه اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت؟ فقعدوا يفكروا يا ترى هي دي قدام دي،
ولو الولد خلف تاني برضه البنت هتطلع عمياء ولا الابن يطلع اعمى. فبقوا عيني في حيره مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا، فودوه مستشفى الامراض النفسيه. دول الدكاتره كلموهم قالوا ما تخافوش، ده موضوع مش وراثي ولا له علاقه باي حاجه، دي قدر جت كده، لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص، وخلوهم عادي ونجيبوا عادي مش مشكله. بعد سنتين شجعوا ابنهم، معلش يا ابني دي حصلت مره ومش عارف ايه، وفرحنا بقى يا ابن حبيبي، ما بقاش في فرحه في حياتنا، حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده تاني ان شاء الله تفرحنا. وحملت البنت خلاص اقترب موعد الوضع، وكلهم حاطين ايديهم على قلبهم، محدش عارف ايه اللي هيحصل. جت لحظه الولاده وولدت البنت، وولدت بنت جميله جدا. وبداوا يسالوا الدكتور اخبار النظر ايه؟ قال زي الفل. ففرحانين جدا، البنت طلعت بتفتح وشايفه اي نعم وكويسه زي الفل. وبعد 6 شهور اتعمت. كانت دي المأساة التانية. فالأم حست، قعدت تراجع نفسها، مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا، مش ممكن يكون الموقف دوت كده، لا لا لا، ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت، العذاب اللي عذبناه لها، البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا، اللي اتيتمت بدري، اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها أول كل شهر، لدرجة إن ما شافهاش إلا مرتين في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان، في الإقسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارف إيه، لحد ما لقيتها في دار المكفوفين. ودخلت عليها حضانتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي، مين حضرتك؟ أنا فلانة. يعني البنت سبحان الله أول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في ال10 سنين اللي فاتوا. فلانة اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانة اللي كانت بتكهربني، فلانة اللي كانت بتنامني على البلاط، فلانة اللي كانت بتأكلني عيش زايد، فلانة. البنت قاعدة تفتكر شريط الذكريات المؤلمة. افتكرت يوم ما مات اخوها، يوم ما ماتت امها، يوم ما ابوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما اتعمت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي، ورغم ده كله شوف القلب الابيض، قالت لها مسامحاني. خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمري، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي ما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة ما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى